مرحبا بكم الناس الكل. احنا اليوم موجودين في القصبة في الكيف مع مدام مليكة الدعاسي في برنامج رحلة امرأة. مرحبا بك مدام مليكة، ويعطيك الصحة على قبول الدعوة اليوم بحذانا. يعيشك يعطيك الصحة، شكرا لكم انتم على الدعوة اللطيفة هذه. حكينا شوي في بعض المواضيع باش نواصلوا الرحلة بتاعنا مع بعضنا. بنسألك شكوني مليكة الدعاسي؟ ملكة الدعاسي بريفمون كلمتين، مواطنة تونسية، أستاذة أولى مميزة درجة استثنائية للشباب والطفولة. نشغل حاليا خطة رئيسة وحدة الميتلانشا الشبابية برتبة مديرة إدارة مركزية. قريت في المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي دير البي. طفولتي في ساقية سيدي يوسف. الوالد انتقل غادي، استقر غادي، ونحن كي جينا بيان سور باش نكونوا معاه. قريت في المدرسة الابتدائية 8 فيفري 58، بين قوسين سموها المدرسة الجديدة خاطر السيقية فيها 3 مدارس. بعد انتقلت الى المعهد، الرجيم القديم لونسيان ريجيم مازال ما ثماش اعداديات. بديت في المعهد الثانوي 8 فيفري زاد 58. اغلب المؤسسات مسميه بالاسم هذا خاطر احداث الساقية 8 فيفري 58. شنو الحاجات اللي بقوا راسخين ليك في ذهنك ايجابيا والا سلبيا معناها، واللي خليتك ديما تتذكرهم في مخك مدام مليكة؟ الحقيقة من الصغر أنا كنت نجيبة تلميذة نجيبة قراية، نحب القراية. المعلمين يحبوني كعاقلة. الإنسان كي تاكل حد روحه ويقرا قراية دار قراية. الأساتذة يحبوني، المعلمين يحبوني. عندي معلمة نذكرها لتوا بالكدا، مدام جنات نوجه لها التحية. تحبني برشا، كلي ديما هكا باش تعطيني حاجه ما تنجمش تعطي تبارك الله الكلام ده كل القسم فيها 40 تلميذ، لا تزيدي ورا الخزانه ورا الباب، تحل باب الخزانه تحل الباب نتاع القسم وتدرجني غادي وتمد لي كل حاجه، مره قفريات مره شوكولاته مره نعرفش مره صباع بشير ملون، نفرح بيهم ونشوف في روحي شنو حاجه كبيره. يعطيك الصحه، معلمه مميزه لي براتيكمون من كان الكل. الحقيقه دراستي تعدت متميزه. أنعم والحمد لله بأسرة سعيدة. معناها بفضلها هي عندنا توازن نفسي، عشنا طفولة مميزة أنا وأخواتي، معناها نقروا نلعبوا ونحوسوا. ما الحقيقة ماناش محرومين من حتى شيء. الجيران زاد كيف باهين، المعلمين باهين، يقروا بيا بضمير، معناها ما كانش ثم إيتود نقروا كان في المدرسة ولا في الليسي. الحقيقة تحدث فترة عادية، أنا سعيدة جدا. معناها شكون كانوا محيطين بك أكثر خاصة في العائلة الانتوراج اللي تعيش فيه؟ معناها شكون كان قريب لك أكثر؟ الأكثر الحقيقة أنا بنت بابا. الوالدة يرحمها على قد ما يحكينا على قد ما هي كلي سيريوز، جدية برشا وكابسة برشا والحقيقة الحمد لله معناها طلعتنا نساء ورجال، لكن اللي يعتمد علينا وكل معاملين على رواحنا في مثلا في قريتنا في كل شيء. الحقيقة أنا قلت عشت طفولة متوازنة اللي توا أثرت على شخصيتي، اللي خلتني نلقى التوافق الاجتماعي، نلقى السلم الداخلي في شخصيتي في نفسي، فهمتيني. ومع الوقت الراجل نتاعي الحقيقة رغم أني من الأول كنت هكا تيميد قراية أما حشامة، نخدم الساكتة. ساعات الأستاذ يقول لي ايش فاهم ما تتكلمش، يعطيني الكلمة تبارك الله نجاوب بالكدا، يقول لي علاش ما تزيدش سرعة كنت تتكلمي، نقول له حشامة يعطيك الصحة. برشا كلام ده في نفس الوقت قراية وناجحة. باش نحكي معاك زاد على مرحلة البكالوريا ومرحلة النجاح للجامعة. كيفاش كانت الفترة هذيك خاصة ما بين النجاح وما بين الجامعة؟ يعني كيفاش كانت التجربة عندك؟ انت باش تنتقل من حياه معناها كانت تقبل تلميذيه في كان في الاسره وباش تخرج على العائله وباش تولي تعيش معناها غير تعيش وحدك مستقله براتيكمون. هي الحقيقه حلم يولي واقع، يولي عبدي ماذا بيا نبقى مع عائلتي، ماذا بيا نبقى اونتوري، ماذا بيا. الحقيقه كانت تجربه رائعه. اي واحد باش يمشي من الاول مش فاهم حتى شيء، حياه جديده مع طلبه مع عباد ما تعرفيهمش في بيتك، ميم مع انسانه ما تعرفيهاش، تبدا بنوضك تنجم تكون باهيه تنجم تكون خايبه. اما حقا الحمد لله اللي سكنوا معي الكل زميلاتي نوجه لهم التحيه. كانت علاقات طيبه بيناتنا، وخاصه قرينا في المعهد العالي للتنشيط الشبابي والرياضي. اون ديري مجتمع مصغر،
عالم كامل، بلاد كامله، ريت كيما تشوف المجتمع تو كله تشوفي في برج عباره على اسره. هذيك عشت صعوبات هكا، ما كنتش انطوائيه على روحك يعني؟ حتى كي خرجت انت كنت حشامه كيف ما حكيت، يعني كي وصلت المرحله للجامعه يعني ما بقيتش انطوائيه على روحك يعني؟ عملتش انشطه هكا، دخلتش في الجو نتاع الجامعه؟ بالطبيعه واحد كما باش يدخلش في الجو نتاع الجامعه، خاصه خدمتنا نحن تفرض عليك انك تكون باهي في التواصل، في الكوميونيكاسيون، تعرف تحكي، تعرف تعمل علاقات، تعرف سورتو نحن مطالبين ان باش نعملوا 10 ميني بروجي، مشاريع صغار، معناها نمشوا نحن نكتبوا لهم فيش تكنيك نتاعهم ونختاروا للناس باش تخدموا معاهم، معناها اوبليجي باش تتكلمي، باش تحكي، باش تقنعي، باش تهزي مشروع، باش تقنعي بيه، باش تتكلمي بالبلاد. يعني خرجت من المرحله نتاع الحشمه والواحد يلزمني سيتي اون اوبليغاسيون، اكيد ما تعملش هكاك ماكش باش تنجح في قرايتك. وبعد والحقيقه لقيت زاد ونجحت وتخرجت اي اللي بعد هو الطفل اليوم هو الشاب الغد، معناها نجموا نبداو معاه من الطفوله وبعد يولي الشاب يجينا نحن مؤسساتنا وبعد المراحل الاخرى من حياته. الحقيقه خدمت في روضه ومن بعد يعني جاتك مرحله باش تخدم في روضه بريفي وبعد نادوا لي صرت اشراف وزارتنا، مشيت نخدم على روحي مديرة دار الشباب 8 فبراير 58 بساقية سيدي يوسف. الحقيقة الخدمة غادي سهلت لي، كانت سهلة برشا. علاش؟ خاطرني بنت البلاد، ما لقيتش مشكلة الحقيقة في التواصل، في الاتصال بالمؤسسات وفي الخدمة معاهم. نحب نسألك مدام عليك شنو الحاجات من الفترة هذه من المرحلة نتاعك الكل بيهم، وشنو القرارات اللي خذيتهم زادة اللي انت تشوفهم القرارات هذوك ناجحين في حياتك؟ الاولى عنصر نسائي، وقبل ما كانش ثم عنصر نسائي برشا اللي ريسبونسابل على راس مؤسسه، معناها العنصر النسائي وقتها كان مطلوب بالكدا اون برينسيپ نخدم مديره، ما اكتفيتش بعمل المديره فقط، 3 ايام في الجمعه نعمل تنشيط، الجمعه العشيه والسبت العشيه والاحد الصباح هذوك تنشيط، وبقيت الايامات نخدم فيهم كمديره. كما قلت لك برشا علاقات، برشا خدمه. الحقيقه علاش قلت لك اللي خلتني نكتسب برشا تجارب اخرى حتى في قطاعات اللي اون برينسيپ ما عندي بها علاقه، ولكن الكونتاكت هذيك والخدمه معاهم خلتني نتعلم برشا حاجات، وفخوره بالتجربه هذه اللي اثرت لي الرصيد نتاعي بفصلي للحاجه اللي ما نعرفش نعتبرها ايجابيه ولا سلبيه، اني نسمع للعباد برشا. جيت معناها يقصدني في حاجه نسمعوا على حساب وقتي، على حساب نفسيتي. انا زاده كي يبدا مثلا يحكي لي في مشكله اكيد نتاثر وياثر يعني نفسيتي. بون ما نقولش نحب نبدلها، انا نحب ننقص منها شويه، خاطر هذيك تسمى طاقه سلبيه واهدار للطاقه نتاعي. وبعد نقول لا، نقول مادام عبد قصدني معناها سكي لا كونفيونس ان موا، ما عنده فيا ثقه واستقربني وحكي لي مثلا على مشكلته ولا على اسراره، وعليه الحمد لله جو سوي ساتيسفيت هكا. الحمد لله الحمد لله. مليكه حبيت نسالك شكون اكثر شخص تشوف فيه روحك؟ يعني تحكي لنا شخص ناجح هكا انت تحب روحك فيه، الشخص هذاك كيفاش بالضبط؟ السؤال صعيب شوي، خاطر ثم برشا عباد كان عندهم تاثير في حياتي، ثم برشا ثم شوي بدرجات متفاوته بيان سور. اول شخص هي الوالده يرحمها، خاطر كيما قلت لك اللي كانت انسانه كلها جديه جدا وديما تنصح فينا معناها على قرايتنا، اقرأوا ارواحكم مريض يصلحكم في الدنيا، راهي هي اللي تقوي بكم، راهي فهمتيني. وعلى قد ما كانت حنينه كانت كيما قلت لك جديه برشا. الوالد زاد ربي يفضله، ربي يرحم الوالده وربي يفضل الوالد. وزاد كيف نحن في دارنا وفي المقربون لينا يعرفوا باللي العبد لله بنت باباه، ديما ديجا كلمه وليدو يقولوا لهم هما الليدو، معناها وليدو بنت بابا. الحقيقه الوالد ربي يفضله دللنا الكل، وانا بصفه خاصه خاطر اكل الكنت الصغيره برسك في العائله، وبعد جا خويا بعدي ب9 سنوات، حصيلوا بقينا نتنافسوا على البلاصه، ما للزوز كل واحد حافظ على مكانته في العائله يعني وعلى دلاله. هذوما من اكثر الناس اللي تعمل لهم الف حساب وتحبيهم وتعزيهم ومتاثره بهم زاده. ساعات في كلامي توا مع بناتي نلقى روحي نفس الجمله اللي كانت الوالده يرحمها تقول فيها نعاودها لبناتي. الوالد زاده كيفك نصائحك الحكم، اعملوا هكا قدوا هكا ردوا بالكم ما شنو. صحيح هما ديجا هما اللي ربونا من الصغر وكنا متاثرين بهم برشا، وحتى ما ناخذوش البرشا، ناخذوا منهم لا شوي. ثم زميل زاده نشكروا ونوجه له تحيه، سي فتحي البوليفي، هو زميلنا وكان مندوب علينا قبل. انسان فريمون رائع على جميع الاصعده، من شخصيته، من تفكيره، من وسع باله، من سعه صدره، من
من الرزن نتاعو، من الحنكه والحكمه نتاعو. الحقيقه سورتو في الجانب المهني خذيت من عنده برشا حاجات وتوا ساعات نطبقهم والحمد لله الريزولتات تكون ايجابيه. بون مش باش نبقى نذكر برشا، اما هذوما اكثر ناس كان عندهم تاثير على حياتي وعلى شخصيتي. شنو الحاجات اللي تخليك سعيده خاصه في الخدمه ولا مع العائله؟ شنو اهم الحاجات اللي تخليك سعيده؟ بالنسبه للسعاده في العمل هو اني وقت اللي ندخل للبيرو نخدم خدمتي الكل، ما نخليش خدمتي تتراكم ولا تبقى اليوم الموالي ولا الاولى. الثانيه الحاجات البرامج باش نخدمهم وقتها نحس روحي ساتيسفيت مرتاحه، خاطر برمج باش نخدم مثلا تروا دوسيي يلزمني ما نروح الا من نكمل ساعات حتى نضحي نبقى بعد الوقت، المهم نكمل خدمتي براتيكمون. السعاده على مستوى العائله اني نكون في خدمه عائلتي، اني معناها الحاجه اللي يطلبوها نلبي لهم، سواء انا ماكله ولا خارجه ولا سفره ولا يبدو هما ساتيسفي وسعداء. بالنسبه لي نبدا ساتيسفيت وسعيده. زاد كيف عائلتي كي يبدا بعيد عليها المشاكل والمرض وما الى ذلك نبدا ساتيسفيت، نبدا فرحانه خاطر هما فرحانين وسعيده خاطر هما سعداء. مدام مليك نحبوا نختم معاك اليوم نهارنا، عملنا معاك رحله امراه اللي هو برنامج اللي تعدى يعني اسبوعيا على راديو فريقة اف ام. انا اليوم سعيده جدا وفريق فريقة اف ام سعيد انه موجودين معاك. الحقيقه نحب نشكرك. يعطيكم الصحه مدام راضيه لكيتي كشخص ولراديو فريقة والفريق العامل معك الكل. نحيي عائلتي الكل، نحيي زميلاتي وزملائي المنشطين معشر التنشيط ديما في كل منبر وفي كل تدخل نحييهم، خاطر يعطيهم الصحه يقدموا فيا تضحيه جسام. شكرا لك مدام مليكه. احنا ايضا نشكرك على رحابه صدرك والاستقبال، كذلك نشكر زميلتنا امل الشيري الحقيقه اللي هي ديما اكثر معناها من زملائها اللي هي ديما ترافقني والحقيقه تقوم بعمل كبير برشا. يعطيك الصحه الشيري. هكا كنا كملنا حصه رحله امراه اليوم، ان شاء الله في حصص قادمه ان شاء الله مع امراه اخرى. الى اللقاء.